السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. خلاص كلها يومين ورمضان خلاص جاي. امتى بقى بيجي رمضان؟ رمضان من وجهه نظري يعني رمضان بيجي بعد ما خلاص كلنا بنكون شطبنا. فعلا الانسان طاقته بتكون خلاص تقريبا خلصت. العبادات خلاص حتى هو بيعافر اوقات علشان يعملها. في ناس بتبقى وصلت لمرحله كمان شويه فتور في العباده، بتكون طاقتهم فعلا خلصت ومحتاجين سبحان الله حاجه تجدد روحانيتهم وعلاقتهم بربنا. رمضان بيجي بعد شهر شعبان، واحنا قلنا في شهر شعبان ان الشهر ده هيترفع فيه اعمال السنه كلها. طب يعني ايه؟ يعني والله اعلى واعلم ان السنه كده اصلا خلصت بشعبان. هو امتى اصلا؟ لما مش نهايه السنه دايما بتبقى الامتحان، والامتحان نتيجته بتطلع وخلاص بتكون كده خلصت السنه وبنبدا بقى بعديها سنه جديده. يبقى في الغالب كده هي خلاص السنه خلصت بشعبان واترفعت اعمال السنه اللي فاتت، وبعد كده جه رمضان عشان نبدا بيه سنه جديده. تمام؟ يبقى اعمالنا بتبدا برمضان. اعمال السنه الجديده بتاعتنا بتبدا من رمضان بعد ما اترفعت اعمال السنه اللي فاتت في شعبان. تمام؟ طيب احنا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان رمضان لرمضان مكفر للذنوب لو اجتنبت الكبائر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السنه خلاص الاعمال بتاعتنا اترفعت، وان احنا فعلا لو احنا يعني رمضان اللي فات صمناه ورمضان اهو ربنا يقدرنا يا رب على صيامه. إيه لو احنا ما عملناش اي كبائر وصمنا رمضان كده وربنا تقبله منا يغفر السنه اللي فاتت. يا سلام سبحان الله. تمام؟ يبقى خلاص هو رمضان اهوت جاي نستعد نشحن فيه، ناخد حسنات على قد ما نقدر على قد ما نقدر، ونجتهد في العباده ونصحابها معانا لما بعد رمضان، علشان مع الوقت هتبدا برضو صدقوني معنوياتنا هتقل شويه شويه، حتى طاقتنا هتقل شويه. فنحاول نشحن، وعلى قد ما هنشحن في رمضان عبادات على قد ما هنقدر نثبت بعديه فتره طويله جدا بعد رمضان على العباده. وكل واحد يحاول ياخد يعني لو مش كل الطاعات اللي هنعملها في رمضان، يعاهد ربنا ان حاجه واحده انا ما بعملهاش طول السنه انا هعملها في رمضان وهثبت عليها بعد كده. لو حاجه واحده بس، لو حاجه واحده، لو انا مش بختم انا هختم ان شاء الله باذن الله في رمضان، وهيبقى لي ختمه بعد كل رمضان ان شاء الله باذن الله في كل شهر هجري مثلا. لو انا مثلا ما بصومش نوافل، طب انا ان شاء الله باذن الله هصوم اثنين وخميس. لو انا مش بصلي الفجر انا هبدا اصلي الفجر من رمضان ده، وهصلي بقى الفجر بعد كده. يبقى يا جماعه خلاص عهد ربنا على كده، ابعدوا على قد ما تقدروا على الحاجات اللي هتشتتكم عن العباده. تمام؟ وهنقول على مدار اليوم ازاي ايه اهم الحاجات اللي نعملها في نهار رمضان وفي ليل رمضان ان شاء الله باذن الله. وما ننساش نية الصيام ان شاء الله باذن الله هنبقى هنقولها في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين وتنعاد عليكم الايام بخير يا رب، ورمضان مبارك علينا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش تصلوا على الحبيب. السلام عليكم.